هلو حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حبايب قلبي، اليوم الحلقه رياضيه. الحلقه اليوم عن ابطال جيل اولمبياد اثينا بعد مرور 19 سنه، كيف اصبح شكلهم. حبايب قلبي، الجيل الذهبي جيل عدنان حمد، جيل يونس محمود ونشأت اكرم وهوار ملا محمد. اولمبياد اثينا اللي ب 2004 اخذوا رابع العالم. من يتذكرهم؟ اليوم راح اشوفكم شكلهم شلون صاروا. حبايب قلبي، اريد تشاركونا ذكرياتكم من خلال هاي الحلقه اللي راح اعرضها لكم. شلون شفتوا اللعبات وشنو ذكرياتكم من خلال اللعبات بذاك الوقت، واريد تكتبوا لي بالتعليقات اكثر لاعب تحبوه منو، اكتبوا بالتعليقات. وحبايب قلبي، اتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. تعالوا خلينا نشوف الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم. نبدي باول صوره. الله، العمده اللاعب عماد محمد. حبايب قلبي، عماد محمد بهاي البطولة أفضل لاعب كان بالمنتخب العراق. حبايب قلبي، كل اللاعبين معتزلين ما عدا لاعب واحد. هسه شوفوا منه. عماد محمد مدرب حاليا. تحياتي للاعب عماد وناخذ صورة. الله، أبو ذنون. اللاعب يونس محمود. طبعا أكثر لاعب أحبه بالعراق يونس محمود. اللاعب المفضل عندي أنا شخصيا يونس محمود. أبو ذنون هداف آسيا. هاي اللعبة ضد البرتغال، فزنا بها 4-2، ورونالدو ضرب يونس أكسية وشكله حاجبه. شاركونا ذكرياتكم تعليقات. تحياتي يونس محمود وناخذ صورة له. الله، المغوار اللاعب هوار ملا محمد. شو صار بيه؟ طبعا هوار ملا محمد همان معتزل وابتعد عني، حتى عن الاعلام ابتعد. تحياتي للاعب هوار وناخذ صورة. المايسترو اللاعب نشأة اكرم. الله، طبعا اكثر الصور هنا لقيت موقع ناشرها ضد البرتغال. نشأة اكرم هم معتزل. تحياتي للاعب نشأة وناخذ صورة. الاخطبوط نور صبري. افضل حارس بتاريخ العراق اعتبره نور صبري يعني. طبعا نور صبري ابن الكاظمية طبعا. الحارس الوحيد اللي ما خاسر بركلات الجزاء بالعالم كله نور صبري. الحد قبل فترة ضد بكأس العراق، ما اعرف معترف بيها او لا. طبعا نور صبري الوحيد اللي ما معتزل. تحياتي للاعب، تحياتي للحارس نور صبري وناخذ صورة. النفاذة مهدي كريم. اللاعب مهدي كريم. طبعا لاعب مهدي كريم كان سريع. طبعا هاي الصورة مهدي كريم هدف على منتخب كوستاريكا. هاي البطولة واجهنا منتخب كوستاريكا وغلبناهم 2-0. تحياتي للاعب مهدي وناخذ صورة. الله، اللاعب حيدر عبد الأمير. برأيي اني افضل مدافع كان بالعراق يعني بالمنتخب بوقته حيدر عبد الامير. هم مدافع صليب وهم مدافع هداف. حبايب قلبي، حيدر عبد الامير لعب مثل الفئات العمريه كلها واكبر الانديه بالعراق مثلها، ولعب بالمنتخب العراق وبطل وما طلع بلقاء قال هذا حكى علي وذاك نافق علي وابد ابد. هو وهوار وهواي لاعبين ابتعدوا عن هذا الشيء. تحياتي للاعب حيدر وناخذ صورة. الله، الغزال الاسمر قصي منير. طبعا هذا الدريس كلش حلو، مال اثينا 2004. كنت اتمنى يصير عندي مثله بصراحه. اذا اكو مكان يبيعون منه اكتبوا لنا بالتعليقات. تحياتي للاعب قصي وناخذ صورة. الله، اللاعب عبد الوهاب ابو الهيل. طبعا بذاك الوقت كابتن العراق كان عبد الوهاب ابو الهيل، من بعده رزاق فرحان. حبايب قلبي كلهم معتزلين ما عدا نور صبري. تحياتي لعبد الوهاب ابو الهيل وناخذ صورة. اللاعب صالح سدير. طبعا حبايب قلبي صالح سدير برا العراق وهماد معتزل. بصراحة ما متأكد منه معتزل هو دوليا معتزل، بس من المنتخب معتزل او العفو من النادي ما اعرف.
تحياتي اللاعب صالح سدير وناخسر. الله. اللاعب حيدر عبد الرزاق متوفي في 2022. كنا نعرف شلون توفى، قتلوه طبعا. الله يرحمه وناخسر. اللاعب حيدر جبار، من يعرف ليش بعدوه من المنتخب؟ بسبب غلطة واحدة بالعراق وبعدوه من المنتخب. طبعا الصراحة من المدافعين كل زينين هو، بس تعرفون احنا بالعراق ما حد يرحم احد. تحياتي للاعب حيدر وناخسر. الله. المدرب عدنان حمد الامبراطور، افضل مدرب بالعراق بتاريخ العراق عدنان حمد، والله يرحمه عمو بابا. هذول ما اشوف غيرهم بعد ابد. هو اللي سوى جيل 2007 اللي اخذنا بيه ابطال اسيا، هم نفسهم ذولا 2004 كم لاعب بعد، و2005 لعب التصفيات هو بنفسيته، صعدنا اسيا وبعدوه. تحياتي عدنان حمد وناخسر. الله. اللاعب رزاق فرحان. طبعا رزاق فرحان يعتبر من افضل اللاعبين من بعد احمد راضي، يستخدم براس يعني براسه، يجيب كلات براسه يعني. احمد راضي رزاق فرحان وراه يونس محمود يجي. تحياتي لاعب رزاق وناخسر. اللاعب احمد مناجد، طبعا هاي ضد المغرب الصورة مالته. طبعا احمد مناجد يعتبر صديقي واتشرف فيه، طبعا اي شيء اسئله خطيه يجاوبني، اشكره. تحياتي للاعب احمد مناجد طبعا الخلوق. اللاعب سعد عطيه، حبايب قلبي رقم 2 هو سعد عطيه، دورت الى صور ما لقيت. تحياتي للاعب سعد عطيه وناخسر. اللاعب احمد صلاح. احمد صلاح هاي ضد ايطاليا طبعا. تحياتي للاعب احمد صلاح وناخسر. حبايب قلبي المنتخب العراق من راح للافتتاح بهذا الزي، راح بهذا الزي. كانت اكو صورة جماعية للمنتخب بس ما بحثت عنها ما لقيتها، بس هيك لابسين يعني القوط هيك لابسيها ذاك الوقت. صالح سدير وقصير من هاي هم ذا تلاحظون وراهم المنتخب كله هيك لابس. حبايب قلبي بالنسبة لي هذا الجيل وجيل آسيا اللي هناك كم لاعب مغيرين يعتبرون من أفضل الأجيال بتاريخ الكرة العراقية، هم وجيل أحمد راضي اللي صعدوا بكأس العالم. هذا وجهة نظري، انتم اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم، اكتبوا لنا بالتعليقات. حبايب قلبي لهنا وخلصت الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. حبايب قلبي أتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تحياتي لكم حبايب قلبي، وياكم محمد كمال.